طالما نسيت الباسورد بتاعك وطالما غيرت عنوانك لازم تروح الفينانسش اللي هي الاداره الماليه، بتروح هناك وبتاخد عنوانك الجديد وبتعمل حاجه اسمها فيشكال، بتحط عنوانك الجديد ماشي، وبعد كده بيجي لك الباسورد على العنوان اللي انت فيه حاليا. وانا بنصح اي حد ان هو يخلي عنوان النيف اللي هو الرقم الضريبي، وعنوان اللي هو النيس اللي هو رقم الضمان الاجتماعي، وعنوانه برضه في البنك لو فاتح حساب بنكي، كل ده يكون على عنوان واحد بس. ده لمصلحتك انت، لان انا ما ينفعش ان انا رقم الضريبي اللي هو رقم النيف يكون في عنوان، ورقم النيس في عنوان، ورقم بيوتندي التامين الصحي في عنوان، وانا بفتح حساب بنكي بحط عنوان في الثلاثه دول ماشي، او عنوان مختلف. يا جماعه عاوزين يعني الناس تفهم، لازم يكون عندك عنوان واحد بس في البرتغال عشان ما يحصل